السلام عليكم اعزائي المشاهدين. اليوم جيتكم بواحد الوصفه جديده اللي هي وصفه قديمه، وصفه تاع امهاتنا وجداتنا اللي كانوا يديروها. كما رانا نعرفوا كانوا امهاتنا يعني بمواد قليله يعني وجدوا بسيطه، كانوا يديروا لنا وصفات يعني جدوا لذيذه ثاني في نفس الوقت. اليوم غادي نقدم لكم طريقه تحضير المبسس الجزائري. المبسس الجزائري نحتاجوا فيه السميد، نحتاجوا فيه الزبده. كما هنايا انا مذوبه الزبده وراني دايره شويه تاع السمن. اللي يبغي يخلط الزيت مع الزبده يقدر، واللي يبغي يدير غير الزبده وحدها ثاني يقدر يدير. يعني انا هنا دايره شويه ماشي نص، راني دايره اكثر زبده وشويه سمن. وغادي نحتاجوا الماء باش نلموا المبسس تاعنا، غادي نحتاجوا للعسل من بعد باش نعسلوه، ونحتاجوا للملح. وانا عندي المبسس تاعي نبغي ندير له دائما واحد الملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه بيكنج باودر، يعطيني يعني من يطيب يجي هكا يعطيه واحد يجي هش. المهم غادي نبداو دروك في طريقه التحضير. غادي نجيبوا القصحه تاعنا ونحضروا المبسس تاعنا. بالنسبه للسميد كل وحده تحط شحال ما تحب تحط. غادي نوخروا العسل لانه ما نحتاجوش دروك، ونجيبوا الملح هنايا حدانا باش نجموا تابعوني دروك في طريقه التحضير هكذا بهذه الطريقه. نتمنى انه راهي تبان لكم الصوره راهي عندكم واضحه. وبالنسبه للسميد كل وحده تحطوا شحال ما تحب، يعني نعرفوا كل وحده تعرف شحال ما تحبي تحطي توجدي. غادي نحطوا الملح، حطي كميه مليحه تاع ملح لانه مهما ان نعسلوه لكن هو بس تجي فيه هذيك الملوحه، يعني يجي مالح شويه. وغادي دروك نحط كما قلت لكم ملعقه تاع خميره كيميائيه، يجي هش من تقليه من بعد ما يجيكش ناشف ولا يابس من الداخل. غادي ندير غير ملعقه صغيره هكا بهذه الطريقه. هذه ماشي فرض، يعني اللي ما يحبش يديرها ما يديرهاش. غادي نخلط شويه هاد الملح والملعقه تاع الخميره، ونروحوا نديروا الزبده تاعنا باش نبسوا السميد تاعنا. وكانك غادي ديري المقرود، يعني كيما نديروا المقرود ونبسوه هكا بهذه الطريقه. كما قلت لك انا ندير شويه زبده وشويه سمن، واللي يفضل يخلط الزبده مع الزيت ثاني تقدري هكا بسي مليح. وكانك راكي تخدمي في الاخر تاع المقرود، العجينه تاع المقرود. خلي مليح الزبده تدخل مليح، يتشرب هذاك السميد تاعك الزبده. ومن بعد نبداو نشمخوا فيه بالماء باش نلموه. بعد ما بسسنا مليح راكي تشوفي السميد تاعنا شرب مليح الزبده هذاك تاعنا. دروك غادي نبداو نديرو في الماء. وبالنسبه للماء قعدي غير هكا تلمي فيه بصبيعاتك، يعني ما تعجنيهش المبسس تاعنا ما يتعجنش. غادي نزيد ندير شويه ماء حتى اللي تشوفيه كاع تلم مليح. هنايا ما تزيديش الماء هكا، راني نشوف راه بادي يتلم عندي. غادي نزيدو شويه تاع الماء لانك لو كان ما ديريش ثاني الماء مليح يقدر من تجي تقليه يتفتت لك. هو اكيد يجي بنين لكن ثاني يغرنك يعني يتفتت. هكا راكي تشوفي راه يتلم عندي هكا. بعد ما لمينا السميد تاعنا كاع العجينه تاعنا راكم تشوفوا فيها تتلم، دروك نسيو غير هكا بيدينا نلموه. كما قلت لك ما لازمناش نعجنوه، غير هكا جربي تلميه كاع بهذه الطريقه. هنايا راني نشوف بلي خلاص تلم عندي، ما رانيش محتاجه الماء. ما تخافيش منه من يكون يدير هكا، يعني هو يعني المهم كما قلنا حنايا النتيجه تاعها على بالنا بلي من نقلوه من بعد غادي يجي بنين. المهم ما تعجنيش، غير سيي تلميه هكا بيديك زوج لميه بهذه الطريقه. راكي تشوفي راه تلم عندنا. هنايا هو المبسس تاعنا وجد. غادي نخليه شويه دروك نلم هاد الصوالح اللي راهم عندي هنايا، ونعاود نرجع لكم باش نوريكم الطريقه كيفاش نديرو العجينه تاعنا بهاد السمك. انا نحبها هكا، ما نبغيش غليظ بزاف، واللي تفضله شويه غليظ تخليه غليظ، يعني ما تزيدش تبسطه كاع لهاد الدرجه هكا بهاد الطريقه. هنايا دروك بدل ما نقطعو بالسكين تقدري يعني اللي تحب تبدل يعني في الشكل. هو الوصفه هي نفسها، تجيبي هكا وتعملي لك دوائر هكا بهذه الطريقه، يعني تغيير شويه، ما نقعدوش دائما قاعدين في نفس الشكل. وديري دوائر بهذه الطريقه. هادو يجوا مليح ثاني لو كان ديريه في الطاجين يعطيه نظره شابه هكا بهذه الطريقه. نديروا دوائر تاعنا هنا غير باش يخليهم يحافظ عليهم هكا باش يجوا الدوائر مليح. نقلعوا هذا اللي بقى اكيد راح غادي نعاود نخدمه، ما غاديش نرموه بطبيعه الحال. هكا تقلعيه وتسقمي الجوانب هكا وتحطيه في الصينيه نتاعك بلا ما نوجدوا اللي نروحوا نقلوه. وانا غادي واحد الكميه غادي نديرها ثاني غير هكا نديرها كيما نقولوا حنا في الطاجين
ما باغيش نقليها على بها، يعني فضلت نغير الشكل. يعني اللي درته الشكل اللي قطعته بالسكين غادي نقليه ممكن. وهذا الدوائر غادي نحطهم هكا في طاجين هكا بهذه الطريقه حتى اللي تكملي كاع الكميه تاعك. درك من بعد نجي معكم نشوفوا طريقه القلي ومن بعد نعسلوه ويكون المبسس تاعنا. كما راكم تشوفوا هنا اعزائي المشاهدين، ها راني درت مقله فيها الزيت، غير حطيت حبه باش يعني نجرب نشوف الا كان الزيت تاعي حمى. وتحطي غير بشويه عليك، ماذا بكم هنا يعني ديروا غير بشويه، ماشي تحطوا يديكم في الزيت ولا. هاد الخطوه شويه مهمه، يعني انه الواحد يحرز ما يحرقش يديه. راكي تشوفي بنفس الوقت راني حاطه مقله ثانيه كما قلت لك، غادي ندير لي حبيبات يطيبوا في الطاجين هكا. غادي نعمر كاع المقلات تاعي، حطينا كاع المبسس تاعنا هنا، عمرنا المقله. غادي نخلوه انا زيت النار خليته يحمى مليح، ومن بعد كي حمات النار نقصت لها شويه. دروك هادو هنا كما راكي تشوفي هنا الدوائر اللي قلت لك درتهم دوائر، غادي نحطهم هنا. هادو نبغي شويه تاع الطاجين يجي شويه ناشف، ماشي كما اللي تقلي في الزيت والدهون. ونصيحه واحده، ماذا بكم يعني من تقلوه ماذا بكم تستعملوا يعني نوعيه تاع الزيت تكون مليحه، ماشي هذا الزيت اللي يكون فيه الريحه تاعه قويه وكل شيء. راني نحط في الدوائر تاوعي بنفس الوقت، غير تسقم لهم شويه باش هنا ما يتفتتلكش. هنا ثاني شعلت على المقله تاعي بعد ما حمات، دروك نقص لها شويه ونخليه يطيب على راحته. من بعد عاد نقلبه من ناحيتين. راكم تشوفوا هنا راه ينقلى، غادي نقارع نشوفه من يبدا يكلي يحمر شويه، هنا نبدا نقلب في المبسس تاعي. بعد ما طاب المبسس تاعنا من الجهه الثانيه راكي تشوفي قلبناه، راكي تشوفي هنايا من نقلبها راهي تعطي هكا كلي شويه منتفخه. بالك راكم تشوفوا هذيك لاني حطيت ملعقه تاع الخميره الكيميائيه، وهذه غادي تعطيها يعني من تجي تاكلي يجي هكا يجي هش ويجي بنين بزاف، يعني يجي خفيف بزاف هذا المبسس. انايا متعوده نديرها، لكن اللي ما تحبش ديرها تقدر تستغنى عنها، يعني هذه ماشي لازم. غير انا هذه اللمسه تاعي انا نحب نديرها دائما هكا ملعقه صغيره تاع خميره هكذا كما راكم تشوفوا. بعد ما يطيب اولا اعزائي المشاهدين كما راكم تشوفوا وجدنا الطابله تاعنا تاع لاتاي تاع العشيه، وهولا المبسس تاعنا وجد كما راكم تشوفوا فيه. عندنا هنايا الصحن هنا اللي راكم تشوفوا فيه اللي درته قلت لكم قليته وراني معسلاته، يعني انا ما ندخلش في العسل، غير رشيت عليه العسل وحطيت العسل اللي يحب يزيد يعسل ينجم يعسل. وهذاك الصحن الثاني كما قلت لكم قطعته بغير شكل دوائر، وهنايا درته يعني كما نديروا حنايا المبسس تاع الطاجين كما راكم تشوفوا هكا. وصراحه يعني دقت انا حبه جا بنين بزاف بزاف بزاف. ننصحكم يعني صراحه انكم تجربوا هذه الوصفه، تجي روعه، يعني غادي تجربوها ما غاديش تندموا عليها. وهذا هو المبسس تاعنا الجزائري كما راكم تشوفوا فيه، درناه بنوعيتين، درت شويه تاع طاجين ودرت شويه قليته وعسلته. هذه هي، نتمنى انكم تجربوا الوصفه، نتمنى الوصفه تاع اليوم تعجبكم، وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناه تاعنا، والى اللقاء.